زوارة اليوم عن المناعة الذاتية. في الوضع الطبيعي يقوم الجهاز المناعي في الجسم بحماية الجسم من الأجسام الدخيلة مثل البكتيريا والفيروسات عن طريق مهاجمتها بالخلايا المناعية وإفراز الأجسام المضادة، ولكن في حال يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الجسم نفسه وإفراز الخلايا المناعية والأجسام المضادة ضد الخلايا، تظهر الأمراض المناعية الذاتية. ويوجد نوعين من هذه الأمراض، والنوع الأول من الأمراض المناعية تكون محدودة الأعضاء، أي تصيب عضو واحد من أعضاء الجسم مثل الغدة الدرقية في أمراض الغدة الدرقية المناعية، والبنكرياس في النوع الأول من داء السكري. والنوع الثاني تكون غير محددة الأعضاء، حيث تقوم الأجسام المناعية بمهاجمة جميع خلايا الجسم والأنسجة، مما تسبب تلفها والالتهابات المزمنة.